النهارده هنعمل وصفة حلوة جدًا، جدًا وسهلة جدًا، وهتبقى مضبوطة معاكِ من أول مرّة كمان. هنعمل إيكو كوكيز بطريقة سهلة جدًا، بالفانيليا والشوكولاتة وبمقادير بسيطة، وهتلاقيها عندِك كمان في البيت، وهاقول لِك بدايل لو حاجة مش عندِك. فيالّا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة كده أنا جبت كوبايتين من السكر وخلطتهم في الخلاط بقوا سكر بودرة، بعدين حطيتهم في طبق كده وحطيت عليهم تقريبًا كوبايتين من الزيت، لا إما كوبايتين من السمنة، لا إما زيت على سمنة، لا إما زبدة، اللي عندِك، أي حاجة عندِك عادي. هنا أنا حطيت كوباية ورجعت جبت الزيت، يعني أنا حطيت كوباية سمنة على زيت ورجعت جبت كوباية زيت وحطيتها، وقلبت بقى الكلام ده كده كله كويس مع بعض. هنقلب الكلام ده كويس جدًا، جدًا مع بعض. طبعًا السكر لازم يكون بودرة، وعايزة أقول لِك لو جربتِ إن أنتِ تطحنيه في الخلاط هيبقى معاكِ بُصّي بطريقة سهلة كده وبسيطة وسريعة أي كمية أنتِ عايزاها. هنا بعدين حطيت 4 بيضات، طبعًا أنتِ تقدري تعملي نُص المقدار، أنا حطيت 4 بيضات عليهم كيسين من الفانيليا، وقلبت كويس جدًا لحد ما السكر دخل في قوام ال الزيت والبيض مع بعض، وقلبتهم خلاص كده تمام. بقى أول ما بدأ معايا اللي هو القوام التقيل كده تحسّوه شبه الجيلي شوية كده، رُحت موقّفة ضرب مع بعض، وبدأنا بقى إن إحنا نحط الدقيق. هنحط معانا قد إيه دقيق؟ هنحط 6 كوبايات من الدقيق، ال6 كوبايات عليهم تقريبًا نُص معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو البيكنج صودا اللي هي بيكربونات، وهنقلب الكلام ده كله كويس مع بعض. طبعًا زي ما أنتم عارفين بقى الولاد بيبقوا حواليّا وأنا شغالة، فكل واحد لازم عارفين أنتم بقى اللي يحط الكوباية كده يعني إنه يعمل حاجة كده، إنه يبقى عمل حاجة معاه. ف كل واحد حط كوباية، وبعدين أنا بقى حطيت زي ما أنتم شايفين الباقي. هُم حطوا يعني حطينا كله على بعضه كان 6 كوبايات. قلبنا الكلام ده كده كويس مع بعضه لحد ما بدأت العجينة معايا إن هي تتلم، وهاحط عليها كمان زي ما قُلت لكم شوية بساط كده من البيكنج باودر أو البيكربونات، وقلبت كويس جدًا زي ما أنتم شايفين لحد ما العجينة تتلم معايا. العجينة هتبقى لسه سايحة شوية، فهنحتاج لها إيه، أنا طبعًا هاعملهم على قسمين، يعني هاعمل الشوكولاتة وهاعمل الفانيليا، فعشان كده أنا هاسيبها سايحة كده وأقسمها بالنُص أول، مش هاخلّيها تقيلة، أنا هاقسمها كده بالنُص. هاجيب طبقين هاحط فيه نُص فانيليا والنُص التاني هاخده للشوكولاتة. الفانيليا هازوّد عليها تقريبًا معلقتين كده كبار من الدقيق، والشوكولاتة هازوّد عليها معلقة دقيق ومعلقة كاكاو، وهاقلب الكلام ده كده كويس مع بعضه. وزي ما قُلت لِك أمّا تيجي تشتغلي في البسكوت بالذات، يعني حاولي لو هتعملي كاكاو تبدئي بالفانيليا الأول وبعدين تخلّصي كاكاو، لإن هتيجي تستخدمي الكاكاو إيدِك هتلاقيها لونها غمق، فهتخلّي الفانيليا غامقة برضه. طبعًا الدنيا اتبهدلت حواليّا، هاعمل كل الكلام ده كله بس بعد ما أعجن، لإن أنا طول ما باعجن طول ما الحاجات دي هتتبهدل معايا. فخلاص كده هابدأ بقى إن أنا الدقيق أغلّفه كده لحد ما تبقى معايا عجينة، عارفين أنتم شبه الرمل المبلول، وفي نفس الوقت هي مش ناشفة ومش طرية، يعني بين البينين كده. بس بتلزق حاجة بسيطة كده في الإيد. أنا هنا كنت حطيت معلقة في الأول، رجعت حسيتها قليلة فحطيت معلقتين كمان، كده حطيت 3 معالق دقيق، يعني المقدار كله على بعضه 6 كوبايات وتقريبًا 6 معالق من الدقيق، وقلبت الكلام ده كويس كده مع بعضه. وبعدين جيت هنا برضه على اللي بالشوكولاتة وبدأت برضه أقلبه كويس كده، كان أنا حطيت عليها دقيق برضه لإن أنا حطيت شوكولاتة. طبعًا أنا مشغّلة الفرن ومسخّناه على درجة حرارة 180، الرف يعني اللي قبل اللي فوق الفرن على طول. كده اللي بالشوكولاتة والفانيليا جاهز عندي. أجيب بقى صاج، طبعًا مش هادهنه زيت لإن هو كده فيه زبدة يعني فيه سمنة وزيت كتير، فمش هادهن زيت. هابتدي بقى إن أنا آخدها كور كده وأحط عليها الشوكليت شيبس وأدخّلها الفرن على درجة حرارة 180 زي ما قُلت لكم، وهتقعد بالضبط 15 دقيقة أو لحد ما ال الأرضية بتاعتها تتحمّر تاخد لون دهبي كده. وبس كده زي ما أنتم شايفين. أنا هاعمل بقى الصاج ده كله، والكمية دي طلّعت معايا تقريبًا 40 واحدة من الكوكيز. أمّا تعملي الحاجات دي في البيت بجد بتبقى فرحة كده، والولاد تعمل حواليكِ، وفي نفس الوقت بتبقى خير في البيت. أنتِ لو جيتِ تشتريهم من برّه هيبقوا بمبلغ وقدره، فاعملي كل حاجة في البيت كده، وأنا أوعدِك إن هيطلع معاكِ مضبوط. أنا مش من القنوات اللي ممكن تدّيكِ وصفة وتطلع بايظة في الآخر عشان ما آخدش ذنب الحاجات اللي أنتِ اشتريتيها واتبهدلتِ فيها. فبجد جرّبيها وعلى ضمانتي هتعجبِك جدًا. أهم حاجة أمّا يطلع من الفرن هيبقى طري من على الوش شوية، سيبيه كده ربع ساعة في الهوا وبعدين جرّبيه، بجد هيعجبِك جدًا وهيبقى أحلى كوكيز عملتيه. بس كده الفيديو بتاعي والوصفة بتاعتي خلصت. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.